السلام عليكم الأحباب، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم عال العال. توحشتكم بزاف. اليوم رجعت لكم بطبق سهل ماهل، خاصة للمرأة اللي تكون خدامة وتحير وش طيب. ليه يوجد في غضون 30 دقيقة إلى 45 دقيقة، بدون لحوم بدون بيض، غير مكلف ويجي بنة معسل ما شاء الله. نخليكم مع المقادير وكيفية التحضير. قبل ما نبداو نتمنى نصلوا ونسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشد حبيبات بطاطا، نقطعهم مكعبات، نملحهم ونخليهم يفوروا. هنايا كي طاب، يعني كي طابت البطاطا نروح نوجد الدرسه تاعي اللي نصوتيها فيها، ولكن اليوم ما راحش نصوتيها في المقلاة، ولكن راح نصوتيها في الكوشه. هنا راني جبت شويه على راس المغرف فلفل احمر الحار، ونجيب مغرف تاع الحرور، ونجيب ثاني شويه نتاع الكمون، يعني نسيي ما نكثرش لي زيبيس. واذا درتي كميه البطاطا كبيره هذه باينه بلي تضاعفي المقادير. وهنا جبت الزعفران باش يعطي لها اللون فقط. وهنا درت ثانيك على راس المغرف راس الحانوت، وراح نجيب توابل الشاورما اللي راح يعطوا لها يعني بنه واحده اخرى. هنا هذا الوصفه تحب الثوم، يعني قد ما كثرتي لها ثوم تجي بنينه، يعني يسمحوا لي صحاب اللي عندهم حساسيه من الثوم. راح ندير شويه نتاع زيت زيتون، يعني قد مغرف، ونجيب نص كاس نتاع الماء. راح نشد هذيك التتبيله ونخلطها مليح مليح، وراح نزيد عليهم زوج مغارف نتاع مارغرين، ونزيد ثانيك المعدنوس نقطعو. راح نخلطهم مليح مليح حتى تتشكل لي اون بات. من جهه اخرى راح نجيب المول اللي راح ندخلو للكوشه، راح ندهنو مليح مليح بالزيت، عفوا بالزبده واش راني نقول. وهنايا راح نزيد لها شويه ملح، يعني الدرسه تاعي دائما ندير لها الملح، ما نحبش نخليها هكاك، مانيش عارفه فيس فيا نزيد لها شويه نتاع الملح. هاي ليك شكل الدرسه بعد ما خلطتها تولي كيما لاكريم. هنايا المول راني دهنته بالزبده، والبطاطا تاعي راني فرغتها في هذاك المول. دوك نفرغ عليها هذيك الدرسه ونخلطها مليح مليح، ومن بعد نسوي الوجه تاعها ونزيد لها الفرomاج غابي. يعني حتى ولو كنت تشوفي بلي البطاطا تاعك يعني تمرست مليح، معليش، لانه راح تكون صوتي. هذه هي. راح نزيد لها شويه نتاع الماء، يعني هذاك البول اللي كان فيه الدرسه زدت لها شويه ماء ونديرها، ونزيد لها الفرomاج غابي وندخلها للكوشه، نشعلها غير من الفوق لانه كل المكونات طيبين. قيس برك ما تتحمر وتتجمر، نحيها وشهية طيبة تجي معسلة وبنينة ما شاء الله. ننصحكم انكم تجربوها وتكتبوا لي النتائج تاعكم في التعليقات. ونتمنى من الناس اللي مازال ما اشتركتش في القناة تشترك وتضغط على زر اللايك هكا باش يوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس. وما تنساش ثانيك انها تبارطاجي هذه الوصفة مع الناس والحباب هكا يستفادوا الجميع.